كيفاش بغيتوا الاستاذ يقري لكم ولادكم في المغرب؟ استاذه اللغه الفرنسيه من تادله، الحظ ديالها صيفطها لسبت يطرحوا نواحي ديال خنيفره، والسكنه اللي ساكنه فيها دائما الضوء كيتقطع عليها. شكات المسؤولين، قالت لهم راه شي واحد كيجي كيقطع عليها الضوء. وكتعرفوا الاستاذ ملي كيسكن في العروبيه خاصو يمشي يسقي الماء على الحمار، وخاصو يطيب بالخشب الا ما عندوش الغاز. المهم تكرفيس قررت باش تجيب الام ديالها، جابت الام ديالها تكرر نفس الخطا، المضايقه والضوء كيتقطع عليها. مشات دارت الشكايه للوكيل المالي، شكات على هذوك موالين الداخليه، ناضوا ضدها قالوا حمقات. واحد النهار مشات باش تسقي الماء، شدوها هذوك المسؤولين دقدقوها بالعصا، والام ديالها هرسوها. وانتم كتشوفوا الحاله ديالها، والبنت كتقول الام ديالي دابا انا في المستشفى وانا ما عندي حتى حد في خنيفره، غنرقد في الشارع. وصيفطوها بالطابليه ديالها للشارع. وهذا هو حال الاستاذ في المغرب. لك الله يا مغرب. العقول لما تتبدل كلشي غيتغير، الناس كتطور وحنا كنتوخروا. والبنت كتقول انا ما عنديش، انا انسانه فقيره، هادشي اللي كنتخلص به كنصرف عليه على خوتي وعلى امي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.